أهلا بكم يا أبطال. بعد ما صورنا وعملنا مونتاج لأول فيديو، جاء وقت الخطوة الأهم، رفع الفيديو على يوتيوب بالطريقة الصحيحة. في الفيديو ده هعرفك على أسرار ال SEO، تحسين محركات البحث اللي هتخلي يوتيوب يقترح فيديوهاتك لأكبر عدد من الناس. يلا بينا. ال SEO هو ببساطة إزاي تخلي الفيديو بتاعك يظهر في أول نتائج البحث لما حد يدور على موضوع معين. لما تظبط ال SEO، يوتيوب بيعرف محتوى الفيديو بتاعك وبالتالي بيقترحه للجمهور الصح، وده بيجيب مشاهدات ومشتركين. دلوقتي هنشوف إزاي نطبق ده عمليا في خطوات واضحة ومباشرة. العنوان هو بوابة الفيديو بتاعك. بعد الصورة المصغرة هو أول حاجة المشاهد بيشوفها وبيقرر على أساسها هيكمل ولا لا. عشان كده لازم يكون جذاب وفي نفس الوقت صديق لمحركات البحث. قبل ما تكتب حرف واحد، اعمل بحث عن الكلمات المفتاحية. استخدم شريط البحث بتاع يوتيوب نفسه وشوف ايه الكلمات اللي الناس بتدور عليها في مجالك. ممكن كمان تستخدم أدوات زي تيوب بادي عشان تعرف الكلمات اللي عليها بحث عالي والمنافسة قليلة. دي خطوة هتفرق جدا في وصول الفيديو للجمهور الصح. بعد ما لقيت كلماتك، ابدأ اكتب العنوان. القاعدة بسيطة، تدمج الكلمة المفتاحية مع عنصر جذب. يعني لو الفيديو عن المونتاج، لازم العنوان يكون فيه كلمة مونتاج. بس بدل ما تكتب درس مونتاج، ممكن تستخدم عنوان جذاب زي سر المونتاج اللي هيغير قناتك، أو أفضل 5 برامج مونتاج للمبتدئين. شوف إزاي العنوان التاني فيه رقم وده بيشد العين. حاول تخلي العنوان بتاعك أقل من 60 حرف عشان يظهر كامل على كل الأجهزة. نيجي بقى للوصف، وده كنز SEO كتير من الناس بتهمله. الوصف هو المكان اللي بتشرح فيه ليوتيوب وللمشاهد الفيديو بتاعك بيتكلم عن إيه بالظبط. أول سطرين في الوصف هما أهم حاجة لأنهم بيظهروا للمشاهد قبل ما يدوس عرض المزيد. حط فيهم أهم الكلمات المفتاحية وملخص جذاب للفيديو. بعد كده اكتب فقرة أو فقرتين بتشرح فيهم محتوى الفيديو بالتفصيل، واستخدم الكلمات المفتاحية الأساسية والثانوية بشكل طبيعي كأنك بتحكي قصة. متنساش تضيف فصول الفيديو أو التايم ستامبس، دي بتسهل على المشاهد يوصل للجزء اللي يهمه ويوتيوب بيحبها جدا. استغل الوصف كمان عشان تخلي المشاهد في قناتك لأطول فترة ممكنة. ضيف روابط لفيديوهات تانية ليك ليها علاقة بنفس الموضوع أو قوائم تشغيل كاملة. ضيف روابط السوشيال ميديا بتاعتك عشان تبني مجتمع حوالين قناتك. وفي الآخر حط دعوة واضحة للاشتراك أو لكتابة تعليق. الوصف الكويس مش بس بيزود وقت المشاهدة، ده بيبني علاقة قوية مع جمهورك. الصورة المصغرة هي البوابة الرئيسية للفيديو، وأهم عامل بيحدد نسبة النقر للظهور أو CTR. ممكن تكون عامل فيديو عبقري، بس لو الصورة المصغرة ضعيفة محدش هيضغط عليه. عشان كده لازم تديها وقت ومجهود زي الفيديو نفسه. خليها جذابة واضحة وتثير فضول المشاهد. استخدم ألوان قوية ومتباينة عشان تلفت النظر. النصوص لازم تكون قليلة، كبيرة وسهلة القراءة على الموبايل. جرب تحط وشك بتعبيرات قوية، ده بيزود التواصل الإنساني. وممكن كمان تعمل A/B testing، يعني تجرب تصميمين مختلفين وتشوف إنه بيجيب نتائج أحسن. وحاول تخلق هوية بصرية مميزة لقناتك عشان الناس تعرف فيديوهاتك بمجرد ما تشوفها. نيجي بقى للهاشتاجات. دي مش مجرد كلمات بنحطها وخلاص، دي بتساعد خوارزميات يوتيوب تفهم محتوى الفيديو وتصنفه صح. لما بتستخدم هاشتاجات دقيقة، بتزود فرصة ظهور الفيديو بتاعك في نتائج البحث والفيديوهات المقترحة، وده بيجيب لك مشاهدين جدد مهتمين باللي بتقدمه. استراتيجية الهاشتاجات الصح بتعتمد على التوازن. ابدأ بالهاشتاجات العامة، بعدين ضيف هاشتاجات أكثر تخصصاً ليها علاقة بموضوع الفيديو، وأخيراً ما تنساش الهاشتاج الخاص باسم قناتك. استخدم أدوات زي تيوب بادي أو فيديكيو عشان تشوف الهاشتاجات اللي بيستخدمها المنافسين الناجحين
وتعرف حجم البحث عليها. حلل اللي شغال معاهم وطبقه بطريقتك الخاصة عشان توصل لأفضل نتيجة. اعمل قائمة تشغيل للفيديوهات اللي ليها نفس الموضوع، ده بيخلي المشاهد يتابع السلسلة كلها. قوائم التشغيل بتزود وقت المشاهدة وبتخلي يوتيوب يقترح فيديوهاتك أكتر. نظم المحتوى بتاعك في مجموعات منطقية عشان المشاهد يلاقي اللي بيدور عليه بسهولة. وأخيراً، اختار التوقيت المناسب للنشر حسب جمهورك، وخلي الفيديو عام عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا النهاردة. اتعلمنا مع بعض ازاي نحول عملية رفع الفيديو من مجرد خطوة روتينية لإطلاق استراتيجي ناجح. اتكلمنا عن سحر الكلمات المفتاحية وازاي نلاقيها، وازاي نكتب عنوان جذاب ووصف يقنع خوارزميات يوتيوب بقيمة المحتوى بتاعك. وغطينا كمان أهمية التاجز وتصميم صورة مصغرة تخلي المشاهد مقدرش يقاوم إنه يضغط عليها. بتطبيقك للخطوات دي انت مش بس بترفع فيديو، انت بتبني أساس قوي لنجاح قناتك على المدى الطويل. افتكر دايما إن الاستمرارية هي أقوى أداة عندك، وكل فيديو بترفعه بالطريقة دي هو خطوة بتقربك من بناء علامتك التجارية وسلطتك في مجالك. لكن الرفع الاحترافي هو مجرد البداية. التحدي الأكبر اللي بيفصل بين الهواية والاحتراف هو النمو. في الفيديو الجاي هنتحدى مع بعض البوابة الذهبية لليوتيوب: تحقيق أول 100 مشترك و4 ساعة مشاهدة. الموضوع مش مجرد أرقام، هنتعمق في استراتيجيات مجربة لصناعة محتوى يبني مجتمع وفي، وتقنيات ترويج فعالة، وإزاي تحول المشاهد العادي لمتابع داعم لقناتك. هنشرح بالتفصيل الخطوات اللي هتخليك مش بس توصل لشروط يوتيوب، لكن تبني قناة مستدامة جاهزة لتحقيق الربح والنجاح المستمر. لو حسيت إنك استفدت بجد من الفيديو ده وبقيت واثق أكتر في خطواتك الجاية، ادعمني بلايك وشاركه مع أي صانع محتوى تاني ممكن يستفيد. وعايز أسمع منك، إيه أكبر تحدي بيواجهك في قناتك حالياً؟ اكتبهولي في التعليقات تحت، أنا بقرأ كل التعليقات وهحاول أساعد. متنساش تشترك وتفعل جرس التنبيهات، لأنك أكيد مش عايز يفوتك الجزء الجاي من السلسلة دي. خلينا نبني قنواتنا سوا. أشوفكم في الفيديو الجاي.